غادي ندخل في الموضوع مباشرة. واحد الوزير السابق في المملكة المغربية الشريفة، وعقلوا لي مزيان على هذه الشريفة، قال واحد تصريح خطير جدا كيهضر على الخصوبة، تراجع الخصوبة في المغرب، وكيهضر على النمو الديموغرافي اللي غادي في تراجع. السلام عليكم. غريب عجيب أمر هذه المملكة الشريفة، حيث أن للشرف فيها معان غير التي يعرفها العالم الإسلامي، ومن آخر خرجات شرف فيها تلك التي أدلى بها وزير سابق، إذ اعترف بعظمة لسانه بأن المملكة الشريفة تعاني أزمة خصوبة، بمعنى عامي أن المغرب يعاني أزمة رجال، وهو ما يبرر إطلاق الدعارة على عواهنها، إلى أن وصلت إلى مطالبة السيد الوزير بالاستعانة بالمهاجرين الأفارقة لتخصيب النساء المغربيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى لا أتهم بالكذب أو التجني، أترككم مع هذا المؤثر المغربي ليستفيض في تحليل الواقعة. الموضوع هذا غيستفزكم وغتبغيوه يتبارطاجا، ولهذا غادي ندخل في الموضوع مباشرة. واحد الوزير السابق في المملكة المغربية الشريفة، وعقلوا لي مزيان على هذه الشريفة، قال واحد تصريح خطير جدا كيهضر على الخصوبة، تراجع الخصوبة في المغرب، وكيهضر على النمو الديموغرافي اللي غادي في تراجع. أقل من طفلين لكل امرأة في المغرب سنة 2024، معدل أقل مما تفترضه السلطات الحكومية المختصة للحفاظ على وتيرة نمو سكاني متوازنة. يعني إذا كنا باقيين كنولدوا 7 8 10 12 كون راحنا وصلنا 50 مليون ديال السكان، وبالتالي زعما كاين المشاريع كثيره والخدمه هاك بالك وما كاينش اللي يخدم، ولهذا كيخصنا هنايا يكونوا الناس اخرين، ولاد اخرين، جيل اللي يكونوا فيه كثير البشر باش يخدم نعم سيدي، وباش ما يوقع ليناش بحال اللي وقع لاوروبا. وانخفض عدد الأطفال دون 15 عاما إلى 26%، فيما ارتفع عدد السكان فوق 60 عاما إلى 13%، وفق آخر إحصاء رسمي في البلاد. هاد التصريح اللي غادي تسمعوا طبعا خلع بزاف ديال الناس، أنا رعبني واستفزني بزاف، ونشوف انتم شنو غادي يدير فيكم، واش غتقبلوه عادي. هذا وزير سابق كيقول المهاجرون هو الحل لمواجهة تراجع الخصوبة في المغرب. عنوان خطير أليس كذلك؟ إما الضحكة الشريرة وإما خصك تبكي. هذه من المبكيات المضحكات. شكون هذا اللي قال هذا التصريح؟ طبعا تتساءلون، هذا وزير سابق يدعو الأجانب ديال جنوب الصحراء يجيو للمغرب باش يفرخوا ويولدوا هنايا، نعم سيدي، ويكون اختلاط بينهم وبين العيالات ديال المغرب. كاين اللي شاف هذا الشيء هذا تديوتيت، ما بغيتش نقولها بالدارجه. اذا شكون هذا المسؤول؟ هذا المسؤول اللي رحبوا معايا كاملين بمنصف بن الخياط. منصف بن الخياط هو رجل اعمال مليونير، يقال ملياردير، سياسي مغربي اللي شغل منصب وزير الشباب والرياضه في الحكومه ديال عباس الفاسي ما بين سنه 2009 و 2012. وهو ايضا رجل اعمال بارز ناجح في الاعمال ديالو الاقتصاديه، عنده عده مشاريع لا تعد ولا تحصى. وكذلك وسطروا معايا كاملين تحت ماذا؟ عضو في حزب التجمع الوطني للاحرار، يعني هو والسي اخنوش صحاب الروح بالروح، من الأصدقاء المقربين ومنذ زمن بعيد. هل هناك توافق وهل هناك يعني هاد التصريحات هذه كتخرج بحال هكا؟ هل يراد بهذه الأمة سوءا؟ هل وراء الأكمة ما وراءها؟ هل باغي الناس يطبعوا مع تديوتيت؟ يجي واحد كيضرب فرونسي، واحد باللونجلي، واحد بالعربيه مهرسه، واحد يقول لك ماما بابا، ويجي يتزوج بنتك، يجي يتزوج اختك، يلا يجي ولد مع ما نعرف شكون. اجي ونقولوا ونشوفوا اشنو قال بالضبط، باش ما نكونش انا كنزيد او كنبالغ او يعني بحال كنتقلق وانا باغي. لا، اثار الوزير السابق منصف بن الخياط جدلا واسعا بعد تصريحاته الاخيره خلال محاضره نظمتها المدرسة العليا للتجارة بمدينة الرباط HEC، بحيث تناول فيها موضوع التغيرات الديموغرافية اللي كيشهدها المغرب. وقال وشار ووضح بأن راه المغرب كيشهد تحولات سريعة على مستوى هيكل السكان، وهذا الشيء نتيجة تراجع معدلات الخصوبة. ثم قال ماذا؟
قال تراجع معدلات الخصوبة، وقال أن هذا التغيير غادي يؤدي لانخفاض أعداد المواليد الجدد، وهذا الشيء غادي يترتب عليه نقص في فئة الشباب، وبالتالي إغلاق بعض الأقسام الدراسية في المستقبل. تصوروا معايا هذا وزير سابق عباد الله، وفي التحليل ديالو لهذا الوضع هذا شنو قال الوزير السابق السي منصب بالخياط؟ قال بلي راه المغرب كيواجه نفس التحديات اللي مرت بها دول أوروبا. شوف المقارنه كي كيدير، قال لك نفس المشاكل ونفس التحديات دازت على الناس في اوروبا هذه 40 و50 عام ملي استقبلت اوروبا واحد الاعداد كبير من المهاجرين. وهنا كيأكد وكيقول على ان المغرب يجب ان يتجنب هذه الاخطاء اللي ارتكبتها اوروبا ووقعت فيها بسبب عدم ادماج المهاجرين بشكل فعال. بسبب ماذا؟ بسبب عدم ادماج المهاجرين بشكل فعال، يعني خصنا ندمجهم بشكل فعال، فاعل ومفعول به. افعل يا هذا افعل، ولكن فمن غادي يفعل؟ من الضروري قال لك باش يعيش المهاجرين في المغرب في بيئة من الاندماج الاجتماعي مع المواطنين المغاربة، وشدد على أهمية الاختلاط الاجتماعي. هذا الكلام ديالو راه ما كنزيد حتى شي حاجة. الاختلاط الاجتماعي بين المهاجرين والمغاربة مما يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والتغلب على التحديات المستقبلية اللي يقدر يواجهها المغرب. يا كسيان انا شوفوا معايا الاخوه والاخوات، نقدر نكون انا ربما نتشدد في هذا الباب ويبان لي ان هذا الشيء هذا ديال تديوتيت، وهذه التصريحات تصلح ان تكون في بيوت الرذيله. انا نقدر نشوف هكا تصريحات تقدر تكون بيوت الرذيله. باقي خصنا غير هادوك النازين وندخلوهم وكذا ونوليو نعم سيدي خلاطه جلاطه والجن في اللبن والعفريت في الشلاضه. ياك السي بالخياط. تصريحات منصب بالخياط بعيده كل البعد على الواقع، وكتعكس عدم فهم حقيقي لمشاكل المغرب.